السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات كنت نزلت شرح طريقة ازاي لو سجلت الصوت بتاعك بمايك التليفون ازاي تحوله صوت احترافي. بس في ناس طلبت مني قالت لي لا، احنا عايزين نعمل الصوت بتاعنا كمان، مش عايزين نظهر فيه، عايزين نعمل الصوت بتاعنا بالذكاء الاصطناعي. فالنهارده اشرح لكم طريقة ازاي تعمل الصوت بتاعك بالذكاء الاصطناعي بطريقة احترافية جدا. وكمان الميزة في الموقع ده ان انت ممكن تتحكم في اللهجة، يعني انت عايز مثلا لهجة سعودية سورية، كل اللهجات متاحة فيه. بدون أي مقدمات، متنساش تطلع نبذة اللي بين في الشرح. أول حاجة هنفتح شات جي بي تي أو ديب سيك أو جيميناي، أي حاجة، بس أنا حابب أستخدم ديب سيك. بعد ما أفتح ديب سيك هنكتب له الجملة دي، اكتب لي 3 جمل بلهجات مختلفة. حلو، أنا هكتب له ب3 لهجات مختلفة، بس أنت ممكن تطلع من الموقع أي لهجة أنت حاببها، بس أنا هعمل لكم 3 لهجات مختلفة عشان تشوفوا الفرق في اللهجات وتعرفوا قيمة أو الميزة اللي بيقدمها الموقع دي. حلو، هو هنا طلع لي 3 جمل، بس انا حاسسهم صغيرين. كتبت له قلت له لا، عايز 3 جمل اكبر او اطول بحيث ان انا اعرف اوضح الفرق بينهم. تمام، هو كده طلع لي 3 جمل اطول شويه. هروح على جوجل. تمام، وهكتب جوجل اي اي ستوديو وهفتح اول تيجي تظهر لي. هو مش هيفتح معاك كده، هو فتح معاك كده انا مسجل فيه، بس انت المفروض الاول تسجل حساب فيه عادي جدا. تمام، وهنا انا هختار نيتيف سبيتش جنريشن، وهنا هختار سنجل سبيكر اوديو. تمام، هنا بقى الميزه اللي بتكلم عليها اللي هي ستايل انستراكشن، اللي هو ايه اللهجه او التون اللي عايز الصوت يطلع بيها. انا عايز اللهجه مصريه، فاخد دي كوبي وهاجي هنا اعمل لها لصق. بعد كده اروح اجيب الجمله اللي انا عايز اقولها، خلينا هنا واحطها في البوكس بتاع التكست، ومن هنا بختار الصوت اللي انا عايزه. حاسس الصوت بتاع كوري ده مناسب معايا، فاختار الصوت بتاع كوري. ومن هنا اختار رن وهستناه يحمل معايا. يا عم تعمل ايه كده؟ قولي رايح فين بالساعات دي؟ ولا كده كده عايز تخرج النهاردة؟ قول ما تاخدني معاك يا حبيبي. خلاص هتسيبني في البيت وتمشي؟ الصوت جميل بصراحه، لو عايز تحمله تختار من هنا داونلود. حاسس الصوت جميل وواقعي بصراحه، يعني ما تفرقوش ان هو ذكاء اصطناعي او لا. بعد كده هختار لي دي اللهجه التانيه، اللي هختار اللهجه السوريه. شو عم تسوي هلأ؟ شو بدك تروح؟ من هالساعة؟ ولا أنت عم تفكر تطلع اليوم؟ يلا خدني معك، ما ضل حاطتني بالبيت وتروح. تمام، من هنا اعملها داونلود برضو. بعد كده هجيب اللهجة التالتة اللي هي المغربية الدارجة. خلص رن. وش كدير دلي؟ فين غادي هاد الوقت؟ ولا باغي تخرج اليوم؟ يلا خدني معاك، ما تخلينيش في الدار وتمشي. تمام، بصراحة أنا شايف النتائج جامدة ومبهرة. لحد هنا أكون خلصت شرحي، وحاسس إن أنت استفدت. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.